بتبدأ قصتنا مع لونا، بنت جذابة بتشتغل ككبيرة مهندسين في شركة البناء بتاعت أهلها، وبتتأخر على الاجتماع وفي نفس الوقت بتتبلل من المطر، لكن ده مش بيمنعها من إنها تفضل مبتسمة. لما بتقابل أهلها بتعرف إن المحامي الرئيسي للشركة استقال ولازم يدوروا على حد بداله. من بين المرشحين اختاروا الشخص الوحيد المناسب، واللي كان في الآخر هو كاليكس. لونا كانت معترضة بشدة على تعيينه، لأن الشخص ده مش مجرد واحد تعرفه كويس، ده كان حبها الأول والأخير من 10 سنين. قبل الأحداث دي ب10 سنين سام، كييرا، فيا وجانا كانوا أصحاب لونا المقربين من أيام الجامعة. كانوا بيقضوا وقتهم مع بعض بعد المدرسة، وفي مرة وهم في بار في الليل لاحظوا مجموعة من الشباب قاعدين جنبهم. لونا كانت مركزة في دراستها ومش شايفة إن العلاقات مناسبة ليها. فجأة لاحظت شاب ووقعت في حبه من أول نظرة. سام قررت تتعرف على واحد من الشباب، ولونا راحت معاها علشان تساعدها وتكلم الغريب. كاليكس طلع غلس، فالبنات اتضايقوا ورفضوه على طول. ولما لونا لاحظت إن بنت تانية راحت تكلمه اتعصبت وافتكرت إنهم في علاقة. لما رجعت السكن كييرا لاحظت التغيير في سلوك لونا، ولونا كانت محرجة وخايفة من مشاعرها، لكنها اعترفت إنها حبت الولد بجد رغم إنها عارفة إن ده مش منطقي. تاني يوم الصبح لونا راحت المستشفى وقابلت كاليكس في الأسانسير. كل حاجة كانت رومانسية في نظرها، وكانت بتتمنى إنه يتكلم معاها أو يبوسها، لكن هو مشي قبل ما يوصل لدورها. بعد ما زارت صاحبها سافي حكيت ليه عن إعجابها وحاولت تدور على كاليكس على السوشيال ميديا، لكن ما لقيتش حاجة. سافي كان غيران بشكل واضح علشان مش بيعامل لونا كصاحبة، لكن لونا ما كانتش واخدة بالها. في المساء لونا راحت محطة الأتوبيس مستنية، وفجأة بدأ المطر ينزل بغزارة. في نفس اللحظة كاليكس ظهر في المحطة، ولونا استغلت الفرصة وحاولت تكلم. قدروا يتعرفوا على بعض شوية، لكن لونا كانت شكلها مضحك وهي بتحاول تتكلم في تليفون مقفول علشان تأكد ليه إنها مش مرتبطة. بعد كام يوم البنات راحوا جامعة كال ولاحظوا كاليكس مع بنت تانية. علشان تتحكم في الوضع واحدة من البنات عزمت كاليكس وأصحابه على حفلة في البيت، لكن هو رفض. في الحفلة لونا كانت حزينة لغاية ما كاليكس قرر يجي في الآخر. كان منطوي ومش بيتكلم مع حد، لكن البنات ساعدوا إنهم يقربوا من بعض لما بعتوهم يشتروا حاجات من السوبر ماركت. في الطريق لونا بدأت تغازل كاليكس وعرفت إن أهله دكاترة وإنه بيدرس قانون. قدرت تعرف اسمه كمان، فدورت عليه على السوشيال ميديا وعملت له طلب صداقة. لونا كانت متوترة جدا الأيام اللي بعدها، لكنه قبل الصداقة في الآخر، وده خلاها مبسوطة بشكل خيالي. حاولت إنها تغازله بذكاء وبعتت له 100 رسالة عن مواضيع مختلفة علشان تفضل في كلام مستمر معاه. هو كان بيتعامل ببرود، لكنه كان بيرد على الرسائل وعمل لها لايك على صورتها الشخصية. بعد كام يوم اتقابلوا في الجامعة، لكن لونا كانت بتجيلها مكالمات كتير من سافي. لما كاليكس لاحظ ده مشي وبدأ يتجاهلها. علشان ترجع العلاقة زي الأول لونا راحت تدور عليه وطلبت من صحابها يروحوا معاها النادي، وهناك قابلت كاليكس لكنه تجاهلها واشترى كوكتيل لواحدة تانية. لونا كانت محبطة وبدأت تشرب لحد ما فقدت الوعي ووقعت في حضن حد. لما صحيت الصبح اكتشفت إنها كانت في شقة كاليكس وحست بعدم الراحة. في الحاضر وهي بتفتكر كل ده لونا حاولت تهرب من المكتب، لكنها اتصدمت بكاليكس وهي خايفة ومتوترة جدا من مقابلة الشخص اللي كانت بتحبه. حاولت إنها تهرب بسرعة، لكن أهلها ما ادوهاش الفرصة وطلبوا منها تقعد معاهم على العشاء وما قبلوش أي أعذار. لونا كانت حزينة لأنها لسه بتحس بمشاعر تجاه كاليكس، وهي بتفكر في ده رجعت تاني بالذكرى وافتكرت اللي حصل بعد ما صحيت في شقة كاليكس. الصبح لونا كانت متحمسة لما لقت صحابها بيبعتولها رسائل طول الليل وما كانوش فاهمين ايه اللي حصل لها، وفي نفس الوقت كانت مبسوطة ان كاليكس اهتم بيها وعمل لها الفطار. قال لها ان امبارح كانت سكرانة جدا وحاولت تغازله، ولانه مش عارف يوديها فين خلاها تقعد عنده وساعدها لما بدأت ترجع. لونا فهمت ده كعلامة إنه مهتم بيها وحاولت تغازله لكنها نامت. كاليكس كان بيقدر المساحة الشخصية وما فضلش يتكلم كتير، وبعدها وصلها لغاية البيت. لونا كانت مبسوطة باهتمام كاليكس بيها، خصوصا إنه كان قلقان وكتب ليها علشان يتأكد إنها وصلت البيت بسلامة. صحابها كانوا دايما بيدعموها وبيقولوا لها إنه راجل وسيم وكل البنات في جامعته بتحلم بيه. في المساء البنت اتضايقت لما شافت كاليكس مع بنت اسمها أميثيست واللي دايما بترافقه. تاني يوم الصبح لونا طلبت من سافي يديلها نصيحة، لكنه قال لها
ما تخليش الموضوع ياخد حجم أكبر علشان هو كمان جنبها، بس بنفس الوقت مجرد صديق. بعديها المحادثة اتقطعت لما كاليكس زار لونا ووافق يروح معاها البيت. لونا اهتمت بيه وطبخت ليه أحلى أكلة وفاجأته بمهاراتها في الطبخ. في لحظة قررت تسأله لو كان مرتبط وإيه طبيعة علاقته بأميثيست، لكنه تجاهل السؤال ومشي. لونا اتضايقت وطلبت من صحابها يدعموها في الوقت الصعب ده. بعد كام يوم راحوا جامعته ولونا حاولت تكلم كاليكس تاني، وبمجرد ما قعد جنبها صحابها مشوا وهو بدأ يتجاهل صحابه، وده خلى لونا مبسوطة. في الليل كاليكس عزمها على لقاء واصطحب معاه أخوه الصغير. لونا كانت متحمسة واهتمت بأخوه، والناس كانت شايفة إنهم زي زوجين متجوزين من بره. وهم راجعين البيت لونا شجعت نفسها واعترفت لكاليكس إنها معجبة بيه. في الحاضر كانوا بيتعشوا مع أهل لونا والبنت كانت باينة متوترة في وجود كاليكس، كأنها زعلانة منه بسبب حاجة. بعد فترة لونا اتقابلت مع صحابها القدامى بحفلة ممتعة، وفي النص اعترفت إنها بتشتغل مع كاليكس واللي كان محيطها باهتمامه. لونا كانت حاسة بعدم الراحة لأن في الماضي عمل لها حاجات وحشة وجرحها. بعد ما لونا اعترفت بحبها من 10 سنين كاليكس مردش عليها، وهي اضطرت تمثل إن ده كان هزار. كانت بتتمنى تقدر ترفض تشتغل معاه، لكن في نفس الوقت كانت مبسوطة بكل رسالة منه وفرصتها إنها تذاكر استعدادا لشغلها. في لقاء تاني العلاقة ما بينهم بدأت تقوى، وكاليكس اعترف إنه لازم يذاكر كويس جدا وإلا أهله اللي شغالين دكاترة هيجبروه يبقى دكتور بدل محامي. لما عرفت لونا إن المطر شديد بره أقنعته إنه يفضل عندها. كيارا كمان مقدرتش ترجع البيت لنفس السبب، لكن أوضتها كانت مقفولة. لما أدركوا إن مفيش اختيار تاني لونا وكاليكس ناموا في نفس السرير ووعدوا بعض إنهم مش هيفكروا في أي حاجة زيادة. رغم كده هما الاتنين كانوا بيبصوا لبعض وعندهم مشاعر متبادلة. بسرعة بدأت علاقة رومانسية بينهم، وكانوا بيقضوا وقت أكتر مع بعض، بيبعتوا رسائل كتير لبعض، بيذاكروا مع بعض وياكلوا مع بعض، لكن ما كانوش مرتبطين رسميا. كيارا اقترحت على صاحبتها إنها تبقى أكتر حسم وتصارح كاليكس بمشاعرها. في لقاء تاني لونا قررت تتكلم مع كاليكس عن مشاعره تجاهها، لكن فجأة أصدقائه وأميثيست وصلوا. لما بقوا لوحدهم أميثيست استفزت لونا وقالت لها إن مفيش حاجة مشتركة بينها وبين كاليكس. بعد شوية الخمسة قرروا يلعبوا لعبة الحقيقة أو الشرب، وأميثيست سألت كاليكس لو فاكر اللي حصل بينهم في ليلة سابقة، لكنه مردش. لما لونا فهمت إن كان في حاجة ما بينهم جريت وسابته، وبعدها بدأت تتجاهله. في حفلة عيد ميلاد سام لونا بدأت تشرب وفضلت تتجنب كاليكس. لما شافت كاليكس مع أميثيست لونا راحت تتعرف على واد تاني وفضلت تبوسه قدام كاليكس. بعد شوية خبطوا في بعض في الكراج، ولونا اعترفت إنه كاليكس كان بعيد عنها جدا. بعد ما اتفقوا إن دي كانت غلطة كاليكس دعا البنت البيت أهله الريفي، وهناك اعترف ليها بحبه أخيرا ووافقوا إنهم يبدأوا علاقة. في الحاضر لونا كانت مصدومة علشان كاليكس مش بس بقى زميلها في الشغل، لكنه كمان العميل اللي عاوزها تعمل التصميم المعماري لتجديد البيت اللي كان بيت أهله. لونا حاولت ترفض الشغل كمهندسة معمارية، لكن أبوها وكاليكس أصروا عليها، ولما ما كانش عندها خيار وافقت إنها تقابله في الليل وتناقش خطة الشغل. وعدها بمكافأة كبيرة علشان تصلح البيت، وقدم ليها شريكه في المشروع، لكنه طلع صاحبه المقرب وده خلاها تفقد أعصابها. لونا قررت تسيب الاجتماع وتنسحب من المشروع، وقالت إنها بتكره كاليكس ومش عاوزة تشوفه تاني. قبل 10 سنين الوضع مختلف تماما، لأن لونا وكاليكس كانوا الكابل المثالي، والناس كلهم بما فيهم صحابها كانوا بيغيروا منهم علشان كانوا باينين كأنهم اتخلقوا لبعض. في عطلة نهاية الأسبوع لونا وكاليكس قرروا يروحوا إجازة على الشاطئ علشان يقضوا وقت لوحدهم. المشي الرومانسي، الصور المشتركة، والعطلة دي قربتهم من بعض أكتر، لكن في نفس الوقت كانوا بيخجلوا يبصوا لبعض كتير. لونا كانت بتتمنى إن الأجازة دي تكون مثالية علشان خططت لكل حاجة من قبل، لكن كاليكس بوظ كل الخطط لما اقترح يغيروا المكان ويروحوا يتعشوا في حتة تانية. في لحظة عطلتهم اتقطعت بمكالمة تليفون، واضطر كاليكس إنه يرجع الفندق علشان يشتغل على واجب لازم يخلصه بسرعة، ووعد إنه هيرجع قبل غروب الشمس، لكنه فضل مشغول وما قدرش يمسك نفسه من التواصل علشان كان بيوصله شغل كتير. زعلت لونا
وخرجت من الفندق لوحدها وراحت الشاطئ، وهناك قابلت أول أستاذة ليها. تجاهلت مكالمات ورسائل كاليكس وقضت وقتها مع الأستاذة وزوجها. الراجل لاحظ سلوكها ونصحها ما تعملش كده مع الشخص اللي بتحبه علشان ده ممكن يدمر علاقتهم. لما لونا استوعبت إن الحب أهم من الزعل والمبادئ، كلمت كاليكس ورجعت علاقتهم، وقضوا سهرة ممتعة ورومانسية مع بعض، وبعديها قضوا الليل سوا. لما رجعت لونا البيت لاحظت إن تصرفات صاحبتها المقربة كييرا اتغيرت، بقت منطوية وبتحاول تخبي الكدمات اللي على دراعها علشان محدش يشوفها. في الليل كييرا عرفتهم على حبيبها، لكنهم اتصرفوا معاه بشكل سلبي وموثقوش فيه، واتضح إنه ابن سياسي فاسد وبيتعامل بعنف وبيجرحها. رغم كده كييرا دفعت عنه قدام صحابها، لكنهم اتضايقوا منها لأنها كانت مخبية الحكاية لمدة شهور. بعد الخناق كييرا مشيت، ولونا لقت نفسها في حضن كاليكس اللي وعدها إنه هيحبها طول حياته. لما عرف أبو لونا إنها سابت المشروع، اتقابل معاها علشان يناقش الوضع. طلب منها تغير رأيها لأن كاليكس شخص كويس وسبق وأنقذ شركتهم من السجن في وقت قريب. في بيت وقع والشركة كانت مسؤولة، لكن كاليكس كسب القضية وأثبت إن العيب كان في اللي باع المواد الرديئة. وبعد ما لونا استشارت صديقتها قررت إنها تقابل كاليكس. كان مشغول جدا فاضطرت تحدد ميعاد عن طريق الإيميل. لما دخلت مكتب حبيبها السابق لاحظت فنجان من نيويورك وافتكرت أول مرة شافته. بعد شوية لخبطت في أوراقه بالغلط، وهو وافق يتغاضى عن الموضوع بشرط إنها تمسك مشروع بيته. من 10 سنين قبل رأس السنة، لونا وكاليكس كانوا مسافرين مع أهلهم لأمريكا. بما إنهم هيعيشوا في مدن قريبة قرروا يقضوا ويك أند لا ينسى في نيويورك. قبل ما يعملوا كده لونا أقنعت كاليكس يقابل أهلها علشان كان مهم إنهم يوافقوا على إنها تقضي الليلة بره. لما أبوها قابل كاليكس كان دقيق جدا وسأل أسئلة كتير، لكنه اكتشف إن قدامه شاب جدي ومش هيأذي لونا. في الليل سابي ساعد لونا تحضر حاجاتها، لكنه كان محبط علشان بتحب كاليكس رغم إنه بيحبها لكنه خايف يعترف. سافروا لأمريكا وقضوا ويك أند رومانسي وتبادلوا الهدايا. لونا جابت لحبيبها فنجان وهو جاب لها سويتر، وقررت على طول إنها تلبسه، وفي وقتها بيقضوا الليلة سوا. الصبح كاليكس طلب منها تقابل أهله، وده كان غلط كبير. أمه كانت عنيفة تجاه لونا وبتلومها إن كاليكس بيغيب عن المحاضرات بسببها، وكمان الست كانت مهتمة بالحالة المالية لعائلة لونا أكتر من تربيتها أو من مشاعرهم. لونا كانت على وشك إنها تعيط وجرت بعيد، لكن كاليكس لحقها وطلب منها ما تسيبهوش بسبب أمه اللي هو كان خايف يرد عليها. بعد ما رجعت لونا وأصحابها اتصالحوا مع كييرا، لكن بعد ساعات عرفوا إنها في العناية المركزة. لونا جريت على المستشفى وقابلت والدة صاحبتها وعرفت إنها تعرضت لضرب عنيف. كييرا عندها إصابة في دماغها واتنقلت للمستشفى على يد الراجل الغني اللي هرب من المكان. أمها بتحلم تحبسه علشان دمر حياة بنتها، ولونا كانت حاسة بالذنب بسبب اللي حصل، وراحت زارت كييرا مع صحابها اللي كانت بتتجاهلهم ورافضة تقابل دكتور نفسي وقافلة على نفسها تماما. في نفس الوقت الدكاترة كتبوا إنها سليمة تماماً وقرروا يتخلصوا من مسؤولية علاجها. لما لونا استوعبت إن كييرا مش هتتساهل بدأت تذاكر ليها ولنفسها، ونتيجة لكده ما بقاش عندها وقت تخرج مع كاليكس، وبقت تقريبا مش بتنام ودايما بتفكر في صاحبتها. بعد شوية اتضح ان ابن السياسي الفاسد هيهرب من العقاب لان الكل بيحميه وبيزيفوا أدلة تثبت براءته. فيا اتعصبت عليها لانها مش بتذاكر كويس وممكن تخسر المنحة الدراسية بتاعتها. كاليكس بيحاول يقنعها تهدي شوية وتبطل تلوم نفسها على اللي حصل لصاحبتها. الصبح لونا سمعت رسائل وقررت تشوف موبايل حبيبها. لقت رسائل من أميثيست وفيديو ليهم وهم بيبوسوا بعض. وقتها لونا فهمت إن كاليكس خانها وخدع حبهم، وعمل كده قبل عيد الحب بوقت قصير. في المستشفى قابلت ابن النائب وهجمته بالضرب، وبعد كده رفضت كاليكس. نزل على ركبته وحاول يبرر نفسه لكنها رفضته بحدة، وبعدها تجاهلت مكالماته ورسايله. بعد فترة كييرا اتحسنت، لكن لونا عرفت ان كاليكس سكران وفوت الامتحانات، ونتيجة كده ما قدرش يعدي للسنة اللي بعديها. فهمت ان ده كان بسببها وحست بالذنب، لكن برضه رفضته
ولقت العزا في حضن صاحبها المقرب. بعد ما وعدها إنه هيحبها طول عمره، كاليكس سابها واتمنى ليها السعادة. في الوقت الحالي لونا حاولت تعتذر له على لخبطتها في الأوراق، لكن كاليكس بيرفض هديتها. كيارا اقترحت إنها تتكلم معاه لأنها مش شايفة إنه شخص سيء، وهي مش زعلانة من المحامي لأنه دافع عن ابن النائب في المحكمة، علشان في النهاية دخل السجن. والمحامي الحقيقي بتاع المجرم ما كانش كاليكس، لكن كانت صاحبته أميثيست. تاني يوم الصبح لونا قررت تسأله عن الموضوع شخصيا، والمحامي أكد ليها إن عمره ما ساعد المجرم علشان ده ضد مبادئه. في النهاية البنت وافقت تاخد مشروع بتأهل كاليكس في الريف، وطلبت مساعدة صحابها كيارا وسافي. في الصبح اللي بعده اتقابلت مع كاليكس كعميل وسألته عن طلباته بخصوص تصميم البيت، فسمح لها تبدع وطلب منها تصمم بيت هي شخصياً بتحلم تعيش فيه. تاني يوم اتقابلوا في نفس البيت الريفي، ولونا استسلمت لذكرياتها القديمة وافتكرت ازاي كانوا بيقضوا وقتهم هنا وكانوا بيتفرجوا على النجوم من خلال التلسكوب. بعد شوية اتعشوا في مطعم، ولونا لاحظت ان واحدة من عملاء كاليكس بتبدي اهتمام بيه، وده خلاها تغير لأنها فكرت إنه بقى واحد بيلف على البنات. في الليل لونا اتكلمت مع صاحبتها عن الموضوع وحست بإحراج لأنهم فهموا إنها لسه عندها مشاعر ناحيته. تاني يوم لونا راحت الجامعة اللي بتدرس فيها الطلبة اللي بيحلموا يبقوا مهندسين معماريين زيها. بعد كده قابلت أخو كاليكس الصغير واللي بقى كبير، وعرفت إن كاليكس في علاقة مع أميثيست، لكن كاليكس نفده. لونا كان لازم تروح البيت الريفي، لكن سافي رفض يوديها فاضطرت تروح مع كاليكس. لما راحوا هناك كاليكس وافق على فكرة المشروع وفرحها لما رجع التلسكوب مكانه، وده خلق جو رومانسي على طول. في الليل لونا وصحباتها راحوا بار، وهناك شافت كاليكس وقررت تتجاهله. شربت وحاولت تبوس أي حد غريب يكون جاهز، لكن كاليكس منعها من خطتها وقال لها إنه عاوز يبدأ يحاول يكسبها من جديد. الراجل كان مصر إنهم يجربوا كل حاجة من الأول تاني، لكن لونا رفضته واعتبرته كذاب وخاين وممكن يخدعها تاني. ولما ما حبتش تكمل الكلام ركبت العربية وحاولت تمشي، لكن على طول عملت حادثة. بسبب قلقه كاليكس وداها البيت وبعت عربيتها للورشة علشان يصلحوا الصدام المكسور. تاني يوم الصبح حكت لصحباتها على اللي حصل ونصحوها إنها تفكر في الرجوع لكاليكس. قالوا لها إنه مش وحش زي ما هي فاكرة، وإنه بيستحق فرصة تانية، خصوصاً إنها مش متأكدة إنه خانها فعلاً في الماضي. بعد شوية اتقابلوا برا المكتب، وكاليكس رجع لها المفتاح عربيتها اللي اتصلحت. في اللحظة دي المطر بدأ ينزل، وكاليكس حاول يحميها تحت جاكيته، وده خلق جو رومانسي. في المكتب قابلت عميلة فرحانة بيها وعرضت عليها تقابل ابنها. لونا ما استبعدتش الاحتمال ده لأنها ما عندهاش علاقة وهي مستعدة تقابل حب جديد بشرط إن الشخص يكون صادق. كاليكس سمع الكلام ده واتضايق لأنه فهم إنها لسه بتعامله بتوبيخ وبتشك فيه بسبب أحداث الماضي. كاليكس طلب من لونا تغير تصميم البيت لأنه مش معمول لعازب ومعمول لعيلة متجوزة. بيطلب منها تعمل كل حاجة على مزاجها، وبيسيب ليها الحرية إنها تغير كل حاجة على ذوقها، وبيوافق على أي أفكار بتقترحها. أثناء شغلها في الموقع لونا تعبت، فكاليكس قرر يعمل استراحة وراح جاب أكل لكل العمال. بعد شوية وصل أهله للبيت الريفي، والأم كانت برضو غير راضية عن أي حاجة وبدأت تلوم لونا على الحلول البسيطة اللي استخدمتها في التصميم. لكن المرة دي كاليكس دافع عنها وعن أفكارها وقال إن ده هو البيت المثالي اللي عيلة سعيدة هتعيش فيه. وقبل ما لونا تمشي كاليكس دعاها لحفلة عيد ميلاد صاحبه في الليلة اللي بعدها. لما راحت الحفلة عرفت إن كاليكس ساب شغله في الماضي علشان يتجنب إنه يدافع عن ابن السياسي اللي أذى كيارا، وفي محادثة خاصة اعترف إنه عمل كده علشان لونا، علشان عارف إنها ما كانتش هتقبل إنه يدافع عن المجرم. البنت اتصدمت لما عرفت إنه عمل كل ده علشانها. كاليكس طلب منها فرصة جديدة علشان يوضح كل حاجة من الماضي ويثبت إنه عمره ما خان حبهم. طلب منها تفكر لمدة أسبوع. لونا قررت تروح أجازة مع صاحبتها في نفس المكان
اللي كانت فيه مع كاليكس من 10 سنين. كل حاجة هناك كانت بتفكرها بالأجازة الرومانسية اللي قضوها مع بعض. لونا حاولت تستمتع بالأجازة، لكن صحباتها فضلوا يغيظوها ويقولوا لها إنها لازم تدي كاليكس فرصة تانية. كاليكس كان بيكلمها من وقت للتاني وهو في رحلة شغل، لكنه ما كانش بيتدخل في أجازتها وكان بيعاملها باهتمام، وده خلى صحباتها يغيروا. في مرة صحباتها اقترحوا عليها تبدأ تلاعب كاليكس شوية وهي وافقت. بدأت تنزل صورة من الشاطئ وكاليكس رد بنشر صورة ليه بيستعرض فيها جسمه الرياضي. لونا كملت اللعب ونزلت صورة من الحمام اللي كانوا فيه مع بعض، وده خلى كاليكس يتحمس. واحدة من صحباتها بعتت ليه صورة خاصة للونا، لكنه اختفى بعدها بحجة إن عنده اجتماع مهم. في الليل كلمها تاني وكان باين إنها مستعدة تديله فرصة، لكن فجأة شافت بنت جميلة في أوضته وكانت بتندهله يجي لأوضتها، فلونا افتكرت إنه بيخونها تاني وقفلت المكالمة واتجاهلته. صحباتها قالوا لها إنها لازم تواجه الموقف بنفسها علشان ممكن تكون استعجلت في الحكم عليه. في الليل كانت بتحاول تكتب له رسالة، لكنه فجأة خبط على الباب. كاليكس جه بأول طيارة علشان يتكلم معاها شخصيا ويحل كل حاجة. اعترف إنه عمره ما خانها وإن اللي حصل مع أميثيست هي اللي حاولت تبوسه، لكنه رفضها بشدة. كان بيعاني وقتها علشان أخوه الصغير كان مريض جدا واتنقل للمستشفى، وتراكمت المشاكل في البيت والمدرسة، لكنه فضل يدعم لونا لآخر لحظة. لما لونا عرفت بالموضوع رفضته وكاليكس خسر كل حاجة في لحظة. كاليكس ندم على اللي حصل طول ال10 سنين اللي فاتت ومستعد يعمل أي حاجة علشان يكون جنب لونا تاني. لما لونا أدركت إن مشاعرهم لسه قوية زي زمان حاولوا يكتموا دموعهم وباسوا بعض. بعد شوية المطر بدأ ينزل وكاليكس ادالها شوية وقت علشان تفكر في علاقتهم، وبعدها جريوا ورجعوا الفندق. تاني يوم الصبح لونا وصحباتها وكاليكس طلعوا رحلة بالقارب. صحباتها اقترحوا انهم يلعبوا لعبة شرب رومانسية، لكن لونا وكاليكس كانوا محرجين. صحباتها قرروا يسيبوهم علشان يرقصوا ويقضوا وقت لوحدهم. في لحظة لونا قالت إنها بردانة، فراحوا الأوضة علشان يجيبوا جاكيت، وهناك استسلموا للحظة رومانسية وقضوا الليلة مع بعض. تاني يوم كاليكس سابها وراح شغله، والأسبوعين تقريبا ما تكلموش كتير بسبب مشروع مهم. لما تقابلوا بعد كده كاليكس خد لونا لقطعة أرض جديدة ووعد إنه هيديها لها لو وافقت تبقى مراته. بعدها بوقت قصير أدونيس اتصل بكاليكس وقال له إن أميثيست اتنقلت للمستشفى بعد ما اتصابت بالرصاص من رجالة ابن السياسي. أميثيست نجت وعملت كل حاجة علشان كاليكس يسامحها. لما لونا عرفت كانت لوحدها مع أميثيست، وأميثيست اعتذرت ليها على كل حاجة وإنها كانت السبب في إفساد سعادتها. في الليل وفي جو رومانسي كاليكس طلب من لونا تكون حبيبته من تاني وهي وافقت. بعديها بفترة قصيرة قابلت عائلة كاليكس، والأم غيرت رأيها بخصوص لونا لما أدركت إنها الوحيدة اللي بتخلي ابنها سعيد. وبعد أسابيع قليلة لونا اكتشفت إنها حامل، وقالت لكاليكس واللي كان أسعد واحد في العالم وعرض عليها تتجوزه وهي وافقت. وهنا ملخصنا بينتهي. أتمنى يكون عجبكم، وأتمنى تدوني رأيكم في التعليقات وتضغطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. بحبكم قوي. باي باي.